بعد انضمام نيمار للهلال اي فريق هيكسب الدوري او دوري الابطال غير الهلال هيبقى حقق معجزه. وتعالى اقول لك ليه. الامر مش بس صفقات اسطوريه زي نيمار ومالكوم وميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز وكوليبالي وغيرهم، لان كمان غير الهلال نادي زي الاتحاد عمل صفقات قويه جدا زي بنزيما وكانتي وفابينيو. نادي زي الاهلي عمل صفقات قويه ومتكامله زي ايفنز، ادواردو مندي، روبرتو فيرمينو، ماكسيمان ورياض محرز. ولكن النقطة اللي عند الهلال ان الصفقات دي هتخليه الاكتر تكامل ما بين كل الموجودين، لان بجانب المحترفين الهلال هو الفريق الوحيد اللي عنده عناصر تكامل التشكيل بامتياز، ويكونوا دكة محترمة كمان تفيد الفريق على المدى الطويل. عناصر زي سعود عبد الحميد، محمد كنو، علي البليهي، سالم الدوسري، الشهراني وغيرهم، اللي هم اصلا 60 او 70% من قوة وقوام منتخب السعودية والتشكيل الاساسي بتاعه. وحتى لو هم مش سوبر، ولكن مفيش ولا فرقة محلية غيرهم عندهم لعيبة بنفس الجودة دي. فده وجهة نظري في موضوع الهلال والصفقات، وخصوصا صفقة نيمار الاخيرة. اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتس، هل شايفين ان النصر هو الفرقة الاقوى ولا الهلال ولا الاتحاد؟ واعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. اشوفكم الفيديوهات الجاية، سلام.